تتبعي وصفات لينا، كنرحب بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. عواشر مبروكه بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتوا فيديو جديد على قناتي، غادي نوجد معكم طورطات بنكهه الكراميل. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. خليكم مع الوصفه وطريقه التحضير، وبسم الله على بركه الله. غادي ناخذ 2 ديال البيضات، غادي نضيف معاها 100 غرام تاع سكر سنيده، قبصه ملح، و7 غرام من سكر فانيلا. وغادي نطرب مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم. غادي نضيف 100 مل من الزيت النباتيه و100 مل من الحليب، وغادي نخلط مزيان بهاد المكونات. يمكن لكم تستعملوا حتى الطراب الكهربائي. غادي نضيف الدقيق على حسب الخليط، وغادي نضيف ليه 14 غرام من الخميره ديال الحلويات، وغادي نخربلهم. بالنسبه للدقيق عينيكم ميزانكم، وغتشوفوا القوام تاع الخليط كيفاش غيكون. كيف كتشوفوا القوام كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نضيفوه في المول وغادي ندخلوه للفران اللي شعلته على درجه الحراره 180 درجه. غادي نشعلو عليه غير من التحت. بالنسبه للفران كان بارد فاش دخلت ليه الكيك، وغادي نخليوه يطيب. بالنسبه للكريم كراميل غادي ناخذ 2 كيسان تاع سكر حبيبات، غادي نضيفهم هكا على نار اللي متوسطه حتى تيذوب لنا داك السكر ونحصلوا على كراميل. غادي نضيف ليه 1 من دانون تاع الفلو كراميل، وغادي نبقى نخلط مزيان واخا يتحجر لكم غير ما تزقاوش من التخليط. وغادي نضيف ليه كاس تاع الحليب، كنبقى نضيف شويه بشويه حتى تنسالي الكميه اللي عندي. بعد ما كيغلى شويه ويطلع دوك الفقاعات كنزولو على العافيه، وكنحتفظ به هكا على جنب حتى تيبرد باش نستعملوا التزيين تاع الكيك. اي انواع الكيك هكا، الصابلي، فلو، مثلجات، اي حاجه كنحتفظوا بها هكا في الثلاجه على جنب. انا لهذا الكراميل كنستعملو دائما، كنوجدو هكا وكنضيفوه هكا في شي قريعه ولا شي لعيبه هكا كتسد، وكنحتفظ به فين ما بغيتو كنلقاه موجود كيف قلت لكم لاي حاجه. وبالنسبه للكيك بعد ما كنخرجو من الفران كيجي هشيش، كنحتفظ به هكا على جنب حتى تيبرد، وغادي نقسمو على 2 باش نستعملو. بالنسبه لهذا الكيك غادي يكون متكون غير من 2 ديال الطبقات كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. صافي كيف قلت لكم غنقسمو على 2 وغادي نبدا نمونطي في الكيك. بالنسبه للكريمه عندي هنايا الكريمه السائله اللي بلا سكر، يمكن لكم تستعملوا هكا شونتيي. غادي نطلعها هكا شويه بالخلاط، وغادي نضيف لها واحد الكميه من داك الكراميل. ما غنضيف لا سكر لا والو، غنكتفي به غير هو حيت اصلا حلو. صافي وغادي نطلع مزيان هذيك الكريمه. بالنسبه للسيرو استعملت كاس تاع الماء صغير، معلقه تاع سكر سنيده، وواحد 7 غرام من سكر فانيلا، وضفت تقريبا واحد نص معلقه من داك الكراميل. وغادي نسقي بها هكا الكيك، وغادي نبدا نمونطي بها في هذيك الكريمه. طريقه موضحه راسها في الفيديو. وغادي نضيف واحد القليل من داك الكراميل عاوتاني الوسط تاع الكيك. والطريقه راه موضحه كيف قلت لكم الطريقه في الفيديو. صافي بعد ما كنمونطي هكا الكيك كنحتفظ به هكا في الثلاجه حتى تشد ديك الكريمه راسها. وعندي هنا الشوكولاط اللي بيض حكيتو، يمكن لكم تستعملوا اي شوكولاط متوفر عندكم، وغادي نزين به هكا في الجناب. بالنسبه للتزيين كيبقى كله طريقته، غير المشاركه فقط. صافي وغادي نزين بهذاك الكراميل من الفوق. كيف كتشوفوا كاين اللي تيستعمل غاناج، كاين اللي تيستعمل هكايا جيلاتين، يمكن لكم تستعملوا حتى هذا الكراميل. كيبقى حتى هو طريقه زوينه وبسيطه بزاف. صافي وغادي نزين شويه بهذاك الشوكولا من الجناب.
عشيري هذا معايا في وقت الشدة هدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه او الكيك اللي وجدت معكم اليوم. بالنسبه للتزيين زينته على هذا الشكل هذا. عطيت لولادي هكا يختاروا تزيين على ذوقهم، وغادي نقطع معكم هكا واحد الطريف تشوفوا كيفاش كتجي حتى من الداخل. وكان هذا هو الشكل تاع الكيك ديالنا حتى من الداخل، او طورطه لا كريم اللي كيجي فيها المذاق تاع الفانيلا والكراميل فقط. كتجي لذيذه بزاف في المذاق. كنتمنى هاد الوصفه تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هكا الواحد مره يفرح وليداتو بشي حاجه اللي بسيطه ونكونوا موجدينها في الدار، ماشي ديما ولكن غير مره. كنتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم، وعواشر مبروكه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. يا حبيب الروح خليك ليلي أزلي وانطر معك ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وبلاك انا عشتني فرزانة كيف تقلب الحنا شوف حالي انا. وانا وبلاك انا عشتني فرزانة كيف تقلب الحنا شوف حالي انا. عشيري